أنا طالبة عندي 17 سنة. كان عندنا جار دايما يعاملني كأني أخته الصغيرة، بيجيب لي شوكولاتة، يسألني عن الدراسة، يسمع لي لما أكون متضايقة. وأهلي كانوا بيحبوه جدا. كنت حاسة إنه أخ كبير فعلا، وبطلت أحط حدود، خصوصا إنه دايما يقول أنا زي أخوكي اطمني. وفي يوم كنت لوحدي في البيت وأمي نزلت تشتري حاجات، هو عرف وقال لي هعدي أطمن عليكي. قلت له اتفضل، البيت منور زي أي حد قريب. دخل وقعدنا بنتكلم، فجأة قرب مني بطريقة غريبة، حاول يلمسني وأنا اتجمدت، مش مصدقة، مش قادرة أتحرك، والدم بيجري في عروقي بسرعة. قمت بسرعة وقلت له امشي فورا، وهو حاول يضحك ويهزر ويقول انت فهمتيني غلط، بس كان واضح. أول ما أمي رجعت حكيت لها وانهارت، الموضوع اتفتح وقلب قضية كبيرة في العيلة. وقتها عرفت درس عمري، مش كل اللي يقول أختي يقصدها، ومش كل ابتسامة أمان. لازم دايما نسمع لإحساسنا ونثق في نفسنا ونحط حدود حتى مع القريبين. دي طبعا قصة جات لي من بنوتة عندها 17 سنة. ان يعني مغزى القصة او الهدف من القصة ان هي كانت كان عندهم جار كان بيعاملها كويس، كان بيقول لها انت اختي وانا اخوك الكبير وانت اختي الصغيرة. هي مع الايام بدأت تثق فيه وبدأت تصدقه. في يوم من الايام يعني والدتها كانت بره، والدتها خرجت من البيت وهو عدى يطمن عليها، هي دخلت الشقة ودي كانت غلطة. وحتى انا لما كلمتني قلت لها ده غلط. يعني مهما كان ده شخص أجنبي وإنتي حد غريب، يعني هو لا أخوكي ولا أبوكي ولا أي حاجة من دول، ده هو مجرد جارك. يعني ده شخص غريب، إنتي إزاي تدخل حد غريب الشقة؟ لذلك أنا بأنصح أي حد بيتفرج عليا، ما تدخليش حد غريب البيت مهما كان مين. ما تدخليش حد غريب في البيت. طول ما انت لوحدك في البيت ما تدخليش اي حد غريب البيت. لان انت بتعرضي نفسك لحاجات الله اعلم كان ممكن عمل فيكي ايه. يعني هو قدر الله ما شاء فعل ان الامور جت لحد كده، وانه ما تعداش عليكي، فالحمد لله. فانا يعني انت دي كانت يعني رسالة من ربنا وتحذير، انت ما تدخليش حد البيت تاني ومحدش يدخل حد البيت. يعني انتوا يا بنات خدوا بالكم من نفسكم كويس. ما تسمحوش لحد يقرب منكم، وما تخليش حد يتعدى حدوده معاكم. اعملوا حدود في كل حاجة، والتعامل مهما كان يعني يكون على أقل ما يكون، والتعامل يبقى في حدود وبكل احترام وفي كل احترام. ولو تقدري ما تتعامليش مع اولاد، ما تتعامليش مع اولاد، اتعاملي مع بنات بس زيك بس، وما تسمحيش لاي حد يقرب منك. دي نصيحتي ليها ولكل البنات. ربنا يحافظ عليكم وعلى كل البنات. وطبعا انا منتظر رأيكم في التعليقات ونصايحكم ليها. وانا منتظر كل قصصكم وكل تعليقاتكم. كان معكم عبد الرحمن العطيفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.